انا قلت له اكتب برومبت لموقع تحويل صور الى فيديو. الرجل يرتدي ملابس احرام وداخل الصيدليه، والصيدلي بيسلمه مجموعه ادويه. الصيدلي بيقول بصوت خشن: تحب كمان نضيف شنطه الحجاج اللي بتشمل مزيل عرق وواقي شمس وقصافه بلهجه سعوديه. خدتوا بالكم من حاجه؟ العربي يتكتب ما بين العلامات دي. فاي حاجه هتتنطق بحطها ما بين العلامتين دول. لازم اقول له ان انت هتتكلم بالسعودي اكسنت. شايف؟ بدأ يقول له انيميت الرجل، اعمل الراجل انيميت، يعني انيميت متحرك. راجل لابس احرام، ماشي في الصيدليه بهدوء وباحترام وبوقار. بدأ يوصف له تفاصيل الصوره هتبقى عامله ازاي. الصيدلي لازم هيبقى شخص سعودي، شكله هيئته راجل سعودي، فبدأ يشرح له شكل الراجل السعودي ده بيبقى عامل ازاي. بعدين انيميت شورت انتر اكشن، يعني تفاصيل انا مش هتيجي في دماغي وانا بكتب البرومبت، فاهمني؟ عشان كده دايما بحب اكتب برومبت على البرومبت ميكر لما بعمل فيديو فيه تفاصيل فظيعة كده. طيب خلينا نبعته ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب لحد ما يحمل النسخة المدفوعة من جيميناي. جيميناي كده كده بيديك شهر فور فري، فتقدر تدخل تشترك، ما فيهوش مشكلة. في حيلة تانية بيستخدموها اليومين دول، انه بتروح تعمل ايميل جامعة وبتاخد تقريبا سنة فور فري بايميل الجامعة ده، بس بشرط انت بتعمل ايميل جامعة تمبرري ايميل، يعني حاجة تقدر تستخدمها على طول. و لا سوري، حاجة تعمل بيها الاكونت ويبقى معاك كريدت كارد تقدر تستخدمه. ففي الحالة دي بيديك تقريبا سنة فور فري. Here are your medications and a Hajj package. It has deodorant, sunscreen, and nail clippers. من كده ايه؟ ان البرومبت بتاعي لسه محتاج اديت. ده الفيديو اللي هو كنت عاملاه من شويه. استراتيجي ايه وبلان ايه يا مها؟ انا هنا عملت ايه؟ البرومبت بتاعه اهو سطرين والكلمه العربي، ما فيهوش كلام كتير. انا بس قلت له and saying الجمله دي in Egyptian Arabic. Egyptian Arabic فيعني حاول اظبط البرومبت بتاعك هتلاقيه ظابط جدا. تعالى بص مثلا ده. مش معقول اللي بيحصل ده. شوف التفاصيل. لا ده جامد جامد من التفاصيل. مش معقول اللي بيحصل ده. انا هنا كنت كاتباله ان انا عايزه لقطه من مصنع قديم، دي دخلتها في فيديو تاني. مش معقول اللي بيحصل ده. والراجل بيقول كذا ومش عارفه ايه وهكذا، فطلع لي بالمنظر ده. تعالى، يعني كان في حاجات تانية بس anyway، يعني الفكره في البرومبت. اظبط برومبت هتلاقي الموضوع بقى لطيف جدا. هنا مثلا كنت كاتبه له ان انا عايزه بنت مصريه وشعرها كيرلي وقاعده في وسط كراتين وكذا وكذا وكذا، وبتتكلم saying in Egyptian Arabic الجمله دي. فده كل السر اللي في الموضوع. عملهولي كده. هو احنا لازم نعمل اعلانات، ما نجرب التسويق بالمحتوي بس، وكده كده الناس هتجيلنا من غير فلوس. المحتوي دي طلعت ليه؟ عشان حطيت نقطتين تحت الياء. يعني دي شوف الاكسنت، شوف ملامح وشها. هو احنا لازم نعمل اعلانات، ما نجرب التسويق بالمحتوي بس، وكده كده الناس هتجيلنا من غير فلوس. شوف يعني كم. هو احنا لازم نعمل اعلانات. صعبه جدا ان احنا نطلعها في تولز ثانيه كتير، فلا هو جه سهل الدنيا جدا. طيب جيميناي بفتحه من هنا بس؟ اقدر افتحه من هنا؟ اقدر افتحه من الموقع الاساسي بتاعه فلو. طيب فلو بقى اقعدوا خدوا افكار منه بس. I don't know if I'm on the right path, but I'm trying to find it. I'm questioning, searching, and then something shifts, and I'm not trying anymore. I'm just doing. And all of the pieces start
falling into place.